الراجل دوت عمل علاقة محرمة مع جارته، والنهاية كانت صدمة. جريمة قتل محدش كان يتخيلها. القصة دي حقيقية 100%. حصلت في اسكندرية بين راجل وجارته. علاقة بدأت بالغلط وانتهت بجريمة. في يوم من الأيام كان في ساكن جديد جه العمارة، اسمه أحمد، ومعاه مراته. أحمد ومراته دوت كانت هي شيك وحلوة، وكل الجيران حاطين عينهم عليها. وكان في واحد بيتغاظ منه في العمارة علشان أحمد كان شايف نفسه عليه. كل ما يعدي أحمد من قدام محمد ما يسلمش عليه، يوصله من فوق لتحت والكلام ده. محمد هنا قرر ينتقم من أحمد، بس على كيفه، عشان مرات أحمد كانت عاجباه. محمد قرر ينتقم من أحمد بس على كيفه، عشان كان متغاظ من أحمد، وكمان مرات أحمد كانت عاجباه. في يوم من الأيام كانت هي معدية وهو معدي، وكانت معاه شنط كتير. حابة قال لها إيه، عنك ومش عنك، وطلع الشنط منها. ولما دخل حطها قدام باب الشقة، كل شوية يكرر الكلام دوت، يشيل الشنط يوصلها لها. هي محتاجة حد، محتاجة كهربائي، محتاجة حد. هو كان إيه، يكلم لها الناس ديت. لحد ما يوم من الأيام كانت العمارة، أحمد كان إيه مش موجود، كانت في الشغل ساعتها، والعمارة كان ساعتها النور قاطع. كانت هي طالعة وهو نازل، وهي بتفتح باب الشقة مش شايفة مين وراها. وكان محمد مستخبي على جنب عشان ما تشوفوش. وفي اللحظة ديت محمد هجم عليها وهي فتحت باب شقتها. هجم عليها، وأول حاجة عملها يعني حط إيده على بقها عشان ما تصوتش وتلم الجيران عليها، وكتفها وعمل فيها علاقة محرمة، وصورها بالموبايل كمان عشان ما تفضحوش. وكان كل شوية يتردد عليها، وهي الصراحة كانت محترمة، مكانتش موافقة باللي حصل، بس هي خايفة من الفضيحة. محمد كل شوية يشوف أحمد يضحك عليه وهو معدي، يتريق عليه والكلام دوت. أحمد شك إن في حاجة، وكمان مراته حسها إن هي مش طبيعية، مش زي الأول، بتتصرف تصرفات غريبة، مترددة، ساكتة على طول والكلام ده. في يوم من الأيام قال لها في إيه؟ قالت له مفيش حاجة، والدنيا صعبة، والظروف ومش الظروف والكلام دوت. لحد في يوم من الأيام محمد راح لمرات أحمد، خبط عليها كانتش عايز تفتح. قال لها لو مفتحتيش هفضحك في العمارة دلوقتي. في اللحظة دي هي فتحت. محمد كانت إيه، كان مزنوق في مبلغ، عارف إن أحمد معاه فلوس والكلام دوت، أو هي شايلة الدهب بتاعها. قال لها أنا عايز الفلوس، عايز مبلغ معين يعني والكلام ده. قالت له معيش فلوس. هنا راح ضربها، دخل الدولاب خد الدهب بتاعها، وهي بتقاومه، وهو مسك الفازة راح ضربها بيها. راح هي ساعتها وقعت من طولها ونزف الدم لحد ما ماتت. محمد كانش عارف يعمل ايه، هيتصرف ازاي، هيعمل ايه، مش عارف. اول مرة يقع في الاختبار دوت ازاي، هعمل ايه، هتصرف منين. راح خدها ولفها ببطانية وطلع على السطوح. حطها في السطوح وحط عليها خشب، وحط عليها حاجات كتير وبطاطين والكلام ده، بيحسب إن الجريمة بتاعته هتختفي ومحدش هيكتشفها. بس يشاء القدر إن كان في حد الطبق بتاعه بعدها بشهر شهرين. وأحمد رجع من الشغل ساعتها، رجع يوم الجريمة مش لاقي مراته، وعمال يدور فين مراتي فين مراتي والكلام دوت. بيحسبها عند أهلها، راح عند أهلها بيقولوا مفيش حد جه هنا. من هنا شك وعمل محضر باختفاء مراته والكلام ده. شهر شهرين كان في حد من العمارة الطبق بتاعه حب يتصلح. هو طلع يعمل الدش،
شم ريحة غريبة. ريحة ايه اللي فوق على السطح؟ ايه الريحة الغريبة دي؟ يشيل البطاطين، يشيل يشيل يشيل، لقى جثة مرات أحمد. وبعدين بلغ العمارة كلها، وأحمد طلع وانهار وقعد يعيط، وإيه اللي حصل واللي ما حصلش. والحكومة جت. بعد ما الحكومة جت، قعدت تشوف مين اللي عمل كده، وتحقق مع دوت وتحقق مع دوت. وابن الصايعة اللي اسمه محمد كان عامل ايه، لابس جوانتي والبصمات والكلام ده كله. بس الحكومة عندها ناس ذكية، ناس عرفت تعرف الحقيقة بالظبط. كانت في كاميرا محمد ما كانش عارفها، ديت كانت ايه، بداية من السطح. محمد يعني ايه جهلها. يعني شوف القدر بتاع ربنا ان محمد ما شافش الكاميرا، ان في كاميرا اصلا وهو طالع السطح. بس الكاميرا دي كانت مستخبية، صاحب العمارة عاملها فوق السطح عشان لو حد طلع ايه. كان عامل بقى مربي شوية فراخ ومربي شوية حمام والكلام ده، كان خايف حد يسرق الحمام والفراخ. عامل كاميرا، بس كاميرا ايه، محدش شايفها. صاحب العمارة قال أنا في كاميرا هنا. راح ساعتها محمد اتحول ومكانش على بعضه، وقال له ازاي يعني، مين اللي هيسرق، مين اللي يموت مرات احمد والكلام دوت. الحكومة فرغت الكاميرات وعرفت ان محمد هو اللي عمل كده. يعني نهاية القصة ونهاية الحكاية ان ايه، شفته يعني واحد ما بيسلمش على حد، واحد ما بيعملش حد. شفت القصة دي وصلت محمد لإيه. وأتمنى ما يكونش حد يعمل الحكاية دي يا جدعان. إن لازم نبقى كويسين مع الجيران، ولازم ما نبصش في عيشة حد، ومش عشان حد ما سلمش علينا نفتكره غلط ولا الكلام دوت. الناس عندها فيها اللي مكفيها وعندها ظروفها صعبة، ويعني فيهم اللي مكفيهم. مش لازم نبص دوت ما سلمش عليا، دوت شايفني غلط، ده شايفني كذا. وهنا خلصت حلقتنا، وانتظروني في كل حاجة. أي قصة هتلاقوا هنا. تابعوني واعملوا اشتراك. يلا بينا.